إذا كان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيقول إن إسرائيل ما اتهزمتش ولا معركة في حياتها حتى حرب 73، أحب أقول له إن الرئيس السادات هو اللي هيجاوب عليك بنفسه. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. في حكاية ناس كتير ما تعرفهاش، إنما بعض الناس بس هي اللي تعرفها. في أكتوبر 73 مصر حققت انتصار على إسرائيل كبير جدا، بس ما كانش انتصار عسكري وبس، كان انتصار في الحرب النفسية وفي واحدة من أهم خطط الخداع على مستوى العالم. وأقدر أقول لكم هنا على وجه التحديد إن مصر ما خدعتش الموساد الإسرائيلي فقط، إنما خدعت المخابرات الأمريكية وكل أجهزة المخابرات الغربية. في الطيران احنا كان وضعنا ايه ثم بقينا ايه؟ كانوا الفانتوم اللي كانت معاهم اللي هي F4 بالقياس الى دلوقتي F15 و F16، يعني كانت حاجة يعني مش محتاجة غير سواق. بينما كان التسليح عندنا محتاج طيار مش طبيعي، طيار حقيقي، مقاتل حقيقي. طيب، وكان حتى تقنيات الهجوم الجوي ما كانتش زي اليومين دول، يعني ما كانتش الحكايه مليانه تكنولوجيا. يعني كان في حاجه كده مش عارف طياره لازم تركب فوق طياره مين كانت الدنيا مختلفه. مجلة فلايت انترناشونال الأمريكية كتبت بعد الحرب إن الطيارين المصريين كان عندهم شجاعة وقدرة غير متوقعة، وإن إسرائيل ما زالت بتترنح من الخسائر، خصوصا اللي وقعت في أول 3 أيام من الحرب. بعد مفاوضات وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل في أكتوبر عام 1973 والمعروفة باسم مفاوضات الكيلو 101، جاء وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر لأول مرة في حياته يزور مصر. بالفعل هبطت الطائرة في مطار القاهرة، ثم بعد ذلك أقلته سيارة إلى قصر القبة. وفي قصر القبة كانت المفاجأة، وجد الرئيس أنور السادات مرتديا الزي العسكري. طول ما هو في السكة كان بيسأل نفسه هنري كيسنجر سؤال واحد: إزاي المصريين قدروا يخدعونا؟ وما قدرش إن هو يحبس السؤال ده فترة طويلة. أول ما قعد مع الرئيس السادات راح سأله سؤال واحد ومباشر: إزاي قدرتوا تخدعونا؟ إزاي مفيش جهاز مخابرات في العالم قدر يمدنا بمعلومة إن انتوا هتحاربوا؟ هنا بس الرئيس السادات ابتسم ونظر إلى البدلة العسكرية اللي لبسها. في ناس كتير عندما تتذكر 73 بعد 50 سنة أول حاجة تخطر في بالهم يعني الخداع الاستراتيجي، الخداع الاستراتيجي، الخداع الاستراتيجي. وبيتم اختزال حكاية الخداع الاستراتيجي دي في مش عارف الخبر اللي اتنشر في الأهرام بتاع القادة اللي راحوا فين ومش الكلام ده غير علمي بالمرة. الخداع الاستراتيجي بدأ في أعقاب 5 يونيو. الوقائع بتقول أن الرئيس عبد الناصر طالب إنه يشوف الأفلام، لأن في الوقت ده إسرائيل ما كانش فيها تلفزيون أصلا. إسرائيل التلفزيون فيها 69، إحنا عندنا من 60، فكانت في أفلام سينمائية بتاعت وكالة أنباء ولا آخره. جهزت له قاعة علشان يشوف هم بيقولوا إيه عن أنفسهم. ومن عجب إنه عبد الناصر اتفرج على ده، وكان إلى جواره عبد المنعم رياض رحمة الله عليه.
وفي لحظة معينة شاور عبد المنعم رياض أهو الناس دي بتخدع نفسها. الخداع في جوهره خداع الذات، مش أن يخدعك أحد. الحكاية كلها أن الملابسات بتتعمل لك عشان تخدع نفسك. الناس دي خدعت نفسها من الساعة الأولى وخدعت مجتمعها. احنا الجيش الذي لا يقهر، احنا تغلبنا على 3 جيوش عربية، احنا خلاص العرب ما بيفهموش غير لغة القوة. والأخطر كان في عالم يعني عندهم كان اسمه هركابي، نشر مقالا كتب فيه يعني انه المصريين او المصريون يعني عاجزون عن المبادرة يعني. فخلاص الموضوع انتهى يعني معاهم، وبقت ده كونسبت او بقى عقيدة يعني عند الجنرالات انه الحكاية ان المصريين الحكاية معهم من هنا يعني 100 سنة. على مدى 50 سنة اللي فاتوا إسرائيل بتروج لوهم كبير جدا، أكذوبة متضخمة وكل يوم بتتصاعد، إنها هي التي كسبت حرب 1973. وهنا بنحب نقول إن في معلومة مهمة جدا حتى الوقت الحالي أغلب الناس للأسف ما تعرفهاش، إنما القليلين اللي عصروا المرحلة دي هم اللي يعرفوها. في الوقت ده مصر خاضت أهم حرب في تاريخها الحديث، مش نصر عسكري وحرب عسكرية فقط، لكن خاضت حرب نفسية وقدرت إنها تخدع أمريكا وإسرائيل. إضافة لكل ذلك كل أجهزة المخابرات الغربية. يعني تخيل معايا قبل الحرب كانوا في إسرائيل مشغولين بحاجات ملهاش علاقة بالاستعداد بالحرب. القيادة الإسرائيلية كانت مهتمة بعدة محاور ونقاط في استراتيجيتها. أولاً بيختصروا مدة الخدمة العسكرية. 2 بيغيروا القادة بشكل غريب. 3 كل الاجتماعات كانت بتجمع على إن السادات مش هيحارب. في كل اجتماع كان بيحصل بين القادة الإسرائيليين قبل الحرب كانت الجملة الشهيرة اللي دايما بينتهي بيها كل اجتماع إن احتمال الحرب ضئيل ومفيش داعي نستدعي الاحتياطي. يعني من الآخر المصريين قدروا يخدعوا الإسرائيليين بشكل خلاهم يناموا في العسل ومش متخيلين إن فعلا مصر ناوية تدخل حرب بالفعل. الرئيس السادات استدعى وزير الإعلام عبد القادر حاتم وعقد معاه اجتماع مطول في إطار خطة إعداد الدولة للحرب. هنا الرئيس السادات كان كلامه واضح جدا وقال له أنا ناوي أحارب وعايزك ترأس الحكومة اللي هتجهز البلد للحرب. الدكتور عبد القادر حاتم اتفاجئ والناس قالوا له دي إسرائيل وراها أمريكا، لكن بعد مناقشة طويلة مع الرئيس السادات أصر وقال الرئيس السادات في نهاية الاجتماع يا حاتم ده قدري ولازم أتحمله. في الوقت ده أقدر أقول لكم إن الإعلام المصري لعبها صح في فترة إعداد الدولة للحرب، لدرجة إن هو وصل الجبهة الداخلية والعالم كله إلى فكرة أن الحرب مستبعدة تماما وإن السادات مش ناوي يحارب. وهو ده اللي نقلته وسائل الإعلام إلى إسرائيل وإلى العالم كله. اللي حصل في 6 أكتوبر 73 كان شيء غير طبيعي. خطة كانت منفذة ومعدة بعقول مصرية 100%، تم تنفيذها على أكمل وجه وشارك فيها كل طوائف الشعب المصري. الخطة دي هي التي نقلت مصر من الهزيمة إلى النصر. الخطة دي لعب الإعلام المصري فيها دور مهم جدا. أحب أقول لأخي أدرعي اتفرج على الحلقة دي كويس وانت هتعرف مصر عملت ايه في أكتوبر 73.
شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.